السلام عليكم. يعني ايه فريق بحجم النادي الاهلي ومؤسسه كبيره زي النادي الاهلي ما عندوش مهاجم صريح، ما عندوش مدافع بيفهم كوره، ما عندوش خط وسط بيعرف يوصل المهاجمين، يا اما بيعرف يرجع يدافع؟ يعني ايه الاهلي بقاله 4 شهور مش عارف يلعب ماتش عدل على بعضه؟ مفيش غير ماتش الزمالك اللي كسبنا فيه 2-0، ولو كان جون امام عاشور اتحسب اوفسايد كان الماتش اتقلب تماما، لان كان الزمالك بيهاجم وكان عارف يوصل بالكوره. زي ماتش اللي من كام يوم بتاع الاهلي والزمالك برضه، احنا لو كان عندنا مدافع عدل مش مغرور زي محمد عبد المنعم ما كانش الجول الاولاني جه بالطريقه اللي جت بيه دي، والجول الثاني ما كانش هيجي برضه، لان المدافع من وظيفته ان هو بيشتت الكوره في منطقه الدفاع او بيتصرف فيها تصرف معتدل مش تصرف بغشامه. محمد عبد المنعم طول الماتش كان حاطط نقره من نقر سيف الدين الجزيري، وده سبب خساره النادي الاهلي الماتش ده. يعني ايه عندي مهاجم او راس حربه جوه الصندوق مش عارف ينفذ؟ يعني ايه عندي واحد زي حسين الشحات اتصاب ما يبقاش فيه بديل ليه يعرف يكسب الفرقه؟ للعلم بس امام وحسين الشحات الفتره الاخيره هم اللي بيكسبوا الاهلي، والناس ساكته وما بتتكلمش عشان بنكسب. احنا متاخرين في الدوري، والله اعلم اللي هيحصل ايه، لان الدوري السنه دي فرق كتير جايبه صفقات ودافعه ومكلفه وبيحارب وبيقاتل عشان يحاول ياخد اي مركز جديد في الدوري. عندك سيراميكا كليوباترا ماشي زي الفل الموسم ده، زد فرقه حلوه وصارفه، فيوتشر 100 100. الزمالك السنه دي جايب 11 صفقه كتير، جايبين صفقات كتير، كل الفرق جايبه صفقات كتير. الاهلي بقى ماله؟ الاهلي المفروض اصلا ما يحسبش نفسه وسط الفرق دي، لانه طول الوقت بيلعب بره. بس الدوري مهم بالنسبه لجماهير الاهلي، زي ما دوري ابطال افريقيا مهم بالنسبه لجماهير الاهلي، بطوله محببه بالنسبه لنا. ليه اروح الاعب فريق 94 دقيقه بلعب على التعادل، مش عارف اجيب جول جوه الصندوق، مش عارف احرز جول؟ وسام ابو علي ولا اسكان كهربا ولا اسكان اي رضا سليم ولا احمد عبد القادر، مفيش لاعب عارف يجيب جول، مفيش لاعب مهاري يعرف يوصل زميله حتى للجول. نزلت برضو بيرسي تاو ما عملش حاجه، نزل كهربا برضو ما عملش حاجه. ايه اخرتها؟ عايزين لاعب زي وليد ازارو كده، لاعب المدافعين بيخاف منه، خش كده جوه الصندوق كله يتكهرب، تلاقي اللاعب مش عارف يجري شمال ولا يمين لان عارف توقعات اللاعب مش مفهومه. عايزين لاعب كده. ما كان وليد ازارو معروض علينا من فتره قريبه وما اعرفش الاهلي رفضه ليه. رحيمي اللي جايب 3 اجوال في النصر و3 اجوال في الهلال اتعرض على الاهلي وموسيماني منه لله ما رضيش يجيبه. يا ريت الاداره تتدخل، ويا ريت الاهلي يرجع. الاهلي اللي اول ما بدا كولر كان بيعرف يعمل تدوير، وعندنا لعيبه يعرف يعمل بيها تدوير. احنا النهارده الدكه اللي موجوده اللي المفروض فاكرينها ممكن تساعدنا نصها ميت بقاله 5 6 شهور مرمى على الدكه، محدش يعرف عنه حاجه. لو جيت تنزله في ماتش زي كده وانت محتاج له هو ما بيلعبش، فشيء طبيعي مش هينزل يديلك حاجه. لكن في الاول كلنا كنا معجبين بتفكير كولر في ان هو بيدور اللعيبه ويخلي رجلها دايما في الملعب. دلوقتي الموضوع ده انتهى، ما بقاش في حاجه اسمها تدوير. خلاص لقى نفسه مثبت فرقه هي اللي هتكسبني وخلاص. تدوير ايه؟ وجع دماغ ايه؟ اتعب دماغي ليه؟ ما انا معايا فرقه بتكسبني وخلاص. وده غرور من كولر، والتاريخ اللي عمله كولر هيبوظ بسبب اللي هو ماشي فيه دلوقتي. فلا بد الاداره تجيب له صفقات ويرجع يدور اللعيبه تاني عشان نعرف نكسب تاني ونخرج. فين كولر بتاع الاربعات والخمسات؟ احنا الاهلي دلوقتي بقى ينزل الملعب مش عارفين هيكسب ولا لا. الاول كنت ببقى قاعد حاطط رجل على رجل من وانا طفل صغير، وعارف ان الاهلي هيخش الماتش هيكسب، وبخرج مبسوط انا وفرحان ودماغي متمزجه. ده مش الاهلي. انا واحد مشجع من جماهير النادي الاهلي مش راضي تماما عن اداء النادي الاهلي من 4 شهور. كولر لو هيفضل يخرف كده مع السلامه، كتر خيرك، عملت معانا تاريخ حلو وجيبوا لنا مدرب غير، وتجيبوا بقى مع المدرب شويه صفقات حلوه عشان احنا بنلعب بطولات كتير، مش كل حاجه هنرميها على اللعيبه. احنا بنلعب بطولات كتير وبنخرج بره كتير، بنلعب كاس عالم، بنلعب دوري ابطال افريقيا، بياخدوا لعيبه من عندنا في المنتخب، فاللعيبه دي بتتهلك. انت لو عندك تكييف مش هتقدر تشغله ليل ونهار، اكيد هتفصله علشان بيتعب. دي الثلاجه يا جدع بتفصل وتريح نفسها، فمش كل حاجه هنعتب على اللعيبه. جيبوا لهم لعيبه يا جدع بديله، هاتوا صفقه لعيبه كويسه. موديست اللي اتدفع فيه الفلوس دي كلها كنت تقدروا تجيبوا 4 لعيبه من الدوري المصري تكون لعيبه محترمه تقدر تعمل بيها نتيجه. موديست ده واخد 8 4 لعيبه وما جابش من ساعه ما جه ال4 تجوان وعمل 3 4 اسيستات. بالفلوس اللي دفعها دي كلها كنتوا ممكن تشتروا صفقات من مصر هنا قسما بالله تهد الدنيا. ومش لازم الصفقه اللي تجيبوها تكون من نادي واو، عادي ممكن يكون من نادي عادي، من الاتحاد، من الاسماعيلي، عادي ممكن تجيبوا اي صفقه من اي نادي، مش لازم تكون سوبر وليها اسمها. اهو السوبر بقى اللي ليه اسمه اللي انتوا بتدوروا عليه ده بيجي الاهلي بيقلب بطه بلدي. اه والله اي مهاجم بتجيبوه من نادي كبير بيجي الاهلي بيقلب بطه بلدي، انما اللي بتجيبوه من نادي عادي جدا بيجي الواد عايز يظهر ويطلع كل اللي عنده. يعني زي مروان عطيه ده، مروان عطيه قسما بالله لو انتوا جايبينه من نادي غير الاتحاد قسما بالله كنت هتلاقي بطه بلدي في نص الملعب. انما الواد جاي من نادي صغير على نادي هو عارف بيلعب فين ونادي القرن، فشيء طبيعي يطلع كل اللي جواه. مروان دلوقتي اصبح من احسن لعيبه في مصر. اللعيب اللي انت شايفه سوبر هو عارف ان انت جايبه من نادي كبير، وعارف ان هو جاي على اساس ان هو سوبر فبيتكاسل ما بيعملش حاجه. اظن الرساله وصلت وكفايه كده بقى. مش الاهلي اللي يروح يلعب على التعادل ويفضل 90 دقيقه ولا 94 دقيقه يدافع وخايف. ويا ريت كل حاجه ترجع لمجاريها تاني، وسيد بيه عبد الحفيظ يرجع لمكانه عشان خالد بيبو شخصيته ضعيفه مع اللعيبه، ومفيش اي جديد من ساعه ما تولى المنصب ده. اظن الرساله وصلت، وسلام عليكم.